تستضيف كأس العالم Morocco 2030 and Spain. مبروك. المغرب البرتغال وأسبانيا بالتشارك. ألف مبروك. في جاهزية المغرب اللي كان 2025 شهر أو عام بتمام والكمال على انطلاق هذه المنافسة، والمغرب لم يجهز بعد لسنة 2030، فما بالك في السنة المقبلة؟ تتوقع أن تواصل الكاف في مسعاها أو في مشروعها ومنح المغرب هذه المسابقة، أم أن الكاف ستعمل على الأمر الواقع وتسحب هذه المسابقة من المغرب؟ العدس. تفهموا يا جماعة، خسرتوا المعركة على هذه المزايدة. كل المعلومات اللي تشوفوها على المواقع نتاعهم والصفحات نتاعهم كذب في كذب في كذب. القفطان تاعهم بركة من الهضرة، والله منو كتا القفطان تاعنا ماشي تاعنا، القفطان تاعهم. انا من بكري ملي كنت صغير القفطان تاع المغرب يجيبوهم من المغرب. وانا خوتي، انا قلت لك خوتي مسلم الجزائريين اذا كيشوفوني يرحموني ويعطوني من دفنوا. تخيلوا معايا الاخوان، من شهر 8 تقريبا الا ما خفتش نكذب حتى لدابا، حتى شهر 12 دابا حنا داخلين في شهر واحد، مازال الجثه ديالو محتجزه عند خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. مرحبا بكم فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو كنبغي نشكر كاع الناس العزاز، الناس اللي كيتفاعلوا معنا، الناس اللي كيديروا لايك للفيديو قبل ما يبدا، شكرا بزاف ليكم. فإذا مازال ما اشتركتيش في القناة فاشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك آخر جديد ديالنا. جاهزية المغرب في احتضان جزء فقط من المونديال وليس كله. على كل حال تنظيم المغرب الأقصى لبعض مباريات مونديال 2030 وبحد ذاته فضيحة. لماذا فضيحة؟ كل الدلائل أثبتت وموجودة. تقييم الفيفا الأخير ما هو إلا دلالة على أن هذا النظام المغربي استعمل أساليب غير رياضية امتدت لأساليب سياسية من أجل البقاء، واستعمل رهان كرة القدم من أجل إعطاء جرعة لشعبه. هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره الذي يعلم أن نظامه مارق. نظام المخزن، قبل أن نتكلم على التقييم، نظام المخزن دائما مرتبط بالفساد، بالعمالة، بالخيانة، بالفضائح. هذا النظام الذي أفلس سياسيا وثقافيا، حتى أنه طفت في المدة الأخيرة محاولات من أجل الاستيلاء على الإرث والتراث والموروث الجزائري. أوسخ من كده مفيش، أوسخ من كده مفيش. ثقافيا هو لم يجد سبيلا إلا الرياضة من أجل أن ينقذ. خير دليل هي القروض التي أصبح يستدينها من البنك الدولي والبنك الإفريقي وغيرها من البنوك والبنك الهوكي. على كل، التقييم لم يفاجئني، التقييم هو أمر واقع، لكن الغريب أنه في تقييم الفيفا ما نقدرش نقول لك الفيفا متواطئة بطريقة أو ما. لست هنا لإلقاء التهم على هيئة كروية دولية كبيرة، القجع لكن التقييم مثير للريبة. نعم، مثير ومثير للجدل. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلة دي تعدي على خير. خسرتوا المعركة على هذه المزايدة. كل المعلومات اللي تشوفوها على المواقع نتاعهم والصفحات نتاعهم كذب في كذب في كذب. القفطان تاعهم بركة من الهضرة، والله منو كتا القفطان تاعنا ماشي تاعنا، القفطان تاعهم. انا من بكري ملي كنت صغير القفطان تاع المغرب يجيبوهم من المغرب. هذه السلعه الجديده ثاني اللي ما لقيتو ما يندار. مالكم على حالكم،
القفطان مغربي بس نقطة إلى سطر، أنا ما نفهمش. كتعقلوا الاخوان في الصيف اللي فات واحد الحدث كان مؤسف، هو وفاه لاعب اتحاد طنجة عبد اللطيف اخريف اللي كان غرق بعد ما كان في رحله بحريه مع الاصدقاء ديالو. تخيلوا معايا الاخوان من شهر 8 تقريبا الا ما خفتش نكذب حتى لدابا، حتى شهر 12 دابا حنا داخلين في شهر واحد، مازال الجثه ديالو محتجزه عند الجزائر. لا دين ولا اسلام كيقول هذا الشيء ولا انسانيه كتقول هذا الشيء، مهما كان الخلاف. يعني الام ديالو والاب ديالو ربي اللي عالم بالحاله ديالهم باش فقط يدفنوه الناس يعزوه. النية ديالي يعطيوني بنندفن، أنا راضية رضيت بحكم الله، الحمد لله اللهم لك الحمد. وأنا خوتي، أنا قلت لك خوتي مسلم الجزائريين إلا كيشوفوني يرحموني ويعطوني بنندفنوا. لسوء حظ هذه الوالدة أن جثة ابنها لم تطفو في السواحل الإسرائيلية، لأنه لو كانت إسرائيل لكانت سلمت لها ابنها، لأنه بإجرامها إسرائيل ليست أقدر من النظام الجزائري. النظام الجزائري أقدر نظام فوق وجه الكرة الأرضية. هذا مرحوم هو عبد اللطيف أخريف، لاعب في اتحاد طنجة، خرجوا هو ومجموعة من اللاعبين باش يسبحوا في بقرب الشواطئ تاع مدينة الفنيدق المغربية. غرق، الجثة تاعو طفت فوق في السواحل الجزائرية، حتى وسائل الإعلام عربية تكلمت على الموضوع. فلنسلم أنه هذا الأمر ربما غير صحيح، النظام الجزائري يقدر يكذب. وسائل إعلام عالمية قالت بأنه الجثة ظهرت فوق في الشواطئ الجزائرية ولقاوها جزائريين. لماذا لا يتم التسليم؟ تعرفوا منذ متى القضية هذه؟ منذ شهر جويلية، أكثر من 4 أشهر. إذا ماهوش عندكم أصدروا بيان قال ماهوش عندنا. إذا كان في الجزائر لماذا منذ أكثر من 4 أشهر وأنتم محتاجين جثة؟ خليو الوالدة هذه تدفن الابن تاعها وتمرض، على الأقل تتجاوز المرحلة الصعبة هذه أنها فقدت فدة كبدها. قذارة ما بعدها قذارة، وصلت بكم القذارة للدرجة هذه. ألم يكفي القضية تاع هذوك اللي قتلتوهم في الجيتسكي، والشهادة اللي خرجت في الساعات الأخيرة تاع واحد من الناجين، كيف عذبتوه، كيف شتمتوه، كيف سجن لمدة سنة. شوما صراحة ما فهمت شنو الهدف من انك تبقى يعني تبقى محتاج جثة وما تواصلش مع السلطات المغربية باش تسلم الناس الجثة ديال الابن ديالهم. بركة فقط كما قال الألم ديال الوالدين اللي الابن ديالهم توفى هذه 4 شهور، ما دفنوه، ما عزاو الناس، ما يعني صراحة ما مرات ما كتبغي تفهم حتى تعيا، وفي الاخر ما كتفهم والو. القلوب ديال الحجارة ديال بعض الناس. برشلونة معمرة المغاربة، وهذا ميساج كاع المغاربة. علاش كامل تلبسوا تريكو تاع المروك؟ شوفوني كامل. عرفوا شحال من واحد لقيت انا بتريكو تاع المروك؟ 31. شوفوني وبالعقل. انت مال امك، انت مالك، انت مال شكلك، وانت مال اهلك، انت مالك، انت مش شغلتك انت خالص. يلا اخوان، بهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش خلونا ارائكم في التعليق، لايك للفيديو، اشترك في القناه اذا مازال ما اشتركتيش، فعل الجرس باش يوصلك اخر جديد ديالنا. سلام.